هل دفن صلاح قابيل حيا؟ وهل تزوج من الفنانة وداد حمدي ولمحات من حياته؟ ولد صلاح قابيل عام 1931 بمحافظة الدقهلية. في البداية درس في كلية الحقوق، لكنه تركها ليدرس ويتخرج من معهد الفنون المسرحية. تزوج صلاح قابيل من جارته بعد قصة حب عام 1961، وبقيت زوجته معه حتى وفاته في عام 1992، وأنجب منها 3 بنات هما أمال ودنيا وصفاء، وابنه الأصغر عمرو. وأبعد أسرته عن الأعلام والأضواء، ولا صحة للشائعة التي تقول أنه تزوج من الفنانة وداد حمدي. أما عن دفنه حيا بعد أن أصيب بغيبوبة سكر، فإن ابنه عمرو صلاح قابيل نفى هذه الشائعة تماما، وأكد أن أبيه لم يكن مصاب بالسكر أساسا، وأن ما حدث معه هو إصابة بنزيف في المخ نقل على أثره إلى المستشفى، وتوفي داخلها، وبقي في المستشفى بعد الوفاة ساعات طويلة حتى تم الانتهاء من إجراءات الدفن. وأن موته أكده الأطباء. توفي عام 1992.